في حاجات بتخليك مش قادر تنام وأفكار بتجري في دماغك دايما، حاسس بحاجة ناقصاك بس مش عارف ايه هي. اوقات بتسأل نفسك ده انا ولا الصورة اللي الناس عايزاها. كل يوم بتلبس وش جديد علشان ترضي الكل لحد ما بقيت غريب عن نفسك. حتى لو حواليك ناس كتيرة بتحس بوحدة، مش بس لوحدك لكن كمان مش في حد فاهمك. يمكن جه وقت تفتح عينيك وتشوف الحقيقة، لان خداع النفس عمره ما هيديك السعادة. الوعي بيبدأ لما تكون صادق مع نفسك. الافكار والمشاعر دي كلها بتدفعنا نقف وقفة مع النفس، وبنسأل نفسنا سؤال: هل بنعيش زي ما احنا ولا زي ما الناس عايزة تشوفنا؟ الضغط بيخلي الواحد يغير من نفسه، بيحاول يكون نسخة مش حقيقية علشان يرضي الناس. وبالنسبة للسوشيال ميديا دي قصة تانية خالص، بتخليك دايما تقارن نفسك بالناس اللي حواليك وتفتكر ان حياتهم احسن واكتر نجاحا منك. بتبص لصورهم وقصصهم وانجازاتهم وتحس انك واقف مكانك. الضغط النفسي بيزيد يوم ورا يوم، والقلق بيسكن جواك، بس مفيش حد شايف ده كله. ساعات بتحس انك بتلبس قناع كل يوم علشان تحمي نفسك من حكم الناس، لكن في الاخر السؤال المهم: هل دايما لازم نكون غير نفسنا علشان نكون محبوبين او ناجحين؟ هل سعادتنا فعلا مرتبطة بالصورة اللي الناس عايزين يشوفونا عليها، ولا في حاجة اعمق بتستنى اننا نكتشفها جوه نفسنا؟ بعد ما فكرنا في الاسئلة الصعبة عن مين احنا فعلا، لازم نسأل نفسنا: هل لازم نضحي بنفسنا علشان نرضي الناس؟ هنكتشف ان مش لازم نضيع وقتنا واحنا بنحاول نرضي كل الناس. الحكاية دي بتخلينا نبعد عن نفسنا الحقيقية. لازم نعرف ايه اللي بيهمنا واحنا عايزين ايه في حياتنا، ومش لازم كل الناس توافق على اختياراتنا او طريقنا. لما هنكون صادقين مع نفسنا ونمشي على اللي بنؤمن بيه، هنحس براحة نفسية حقيقية. مش لازم نغير علشان نرضي الناس. السعادة بتيجي من جوه ومن قبولنا لنفسنا، حتى لو مش كل الناس فهمتنا. المهم ان احنا فاهمين نفسنا. الحياة مش سباق نثبت فيه للناس نجاحنا، الحياة عن السلام اللي جوانا. الصدق مع النفس هو اول خطوة لحياة افضل. النهاردة هنتكلم عن افكار كتير بتشغل بالنا وبتخلينا محتارين بين اللي احنا عايشينه وبين اللي الناس متوقعة مننا. هنستكشف الكلام ده من خلال كتاب مهم: ابحث عن نفسك، look for yourself. لازم نعرف ان السعادة مش دايما شعور ثابت بنعيشه طول الوقت. دي لحظات بتجيلنا بين الفرح والحزن. مش لازم نكون فرحانين على طول علشان نحس بالسعادة، والإحساس بالحزن مش معناه إننا فشلنا أو حياتنا وقفت. ده مجرد جزء طبيعي من حياتنا زي الفرح بالظبط. لما هنفهم ده هنقدر نعيش بشكل أهدى ونقبل مشاعرنا كلها. مش لازم نكبت حزننا أو نتهرب منه علشان نكون ناجحين. السعادة الحقيقية بتيجي لما نرضى بكل اللي جوانا ونعيش اللحظة بصدق، وبكده بنقدر نواجه الحياة بكل قوتنا ونحقق السلام الداخلي. لازم نعرف ان السعادة مش دايما كاملة، وان السعي ورا الكمال هو ده اللي بيخلينا نعاني اكتر، وهو ده معنى وهم السعادة المثالية. وبعد ما فهمنا ان السعادة مش دايما ثابتة ولازم نقبل مشاعرنا الحقيقية، بيجي تحدي جديد: ان احنا مش مركز الكون والناس مش دايما مركزة علينا. لما هنعرف ده هنقدر نخفف عن نفسنا. كتير بنحس ان الناس كلها بتراقبنا، وده بيخلينا دايما متوترين ومش مرتاحين. لازم نعرف ان الحقيقة ان كل واحد مشغول بنفسه وبمشغولاته، ولما نفهم ده هنبدأ نحرر نفسنا من ضغط الحكم على كل حركة بنعملها. مش لازم نعيش علشان نرضي الكل، وخلي بالك من نفسك الأول. ما تخليش مخك يبقى سجن ليك. خليك طبيعي وعيش حياتك بطريقتك، والناس هتبقى معاك او مش معاك، وده مش نهاية الدنيا. حب نفسك وتأكد تماما انك كل ما حبيت نفسك كل ما هتلاقي وهتدي في المكان اللي انت فيه. وده هيوصلنا لنقطة مهمة قوي، ألا وهي لما تتحرر من فكرة انك مركز الكون هتحس بخفة وسعادة اكبر. لما نتحرر من ضغط الناس ونفهم انهم مش مركز الكون، هنلاقي نفسنا قادرين نواجه الفشل من غير خوف، لان الفشل مش نهاية، ده بس درس في طريق النجاح. السقوط مش غلطة في حد ذاتها، كلنا بنقع في طريقنا. الغلطة الحقيقية انك تسيب نفسك واقع وما تتحركش. الفشل مش عكس النجاح ولا نهايته، بالعكس هو بداية جديدة وفرصة نتعلم منها ونقوى بيها. المهم اننا ما نيأسش ونقوم دايما، لان النجاح محتاج صبر وتجارب كتير قبل ما نوصل ليه. لازم نعرف ان النجاح مش دايما طريق مفروش ورود، ساعات الطريق بيبقى صعب ومليان عقبات. لازم تعرف ان كل مرة بتقع فيها بتتعلم حاجة جديدة. المهم انك ما تستسلمش وتكمل مهما التعب كان كبير. في الاخر اللي بيصبر وبيروح بعيد هو اللي بيحقق اللي نفسه فيه. الفشل ده مش عيب ولا وصمة، بالعكس ده درس كبير. الفشل مش نهاية الطريق، هو بس محطة بنمر بيها، ومن خلال الوقوف بعد السقوط بنبدأ نلمس طعم النجاح الحقيقي. النجاح الحقيقي هو اللي بتحس بيه جواك لما تنام مرتاح البال. النجاح الحقيقي مش بس فلوس ولا شهرة او صورة جميلة على
السوشيال ميديا. لما تصحى الصبح وتكون مبسوط بحياتك، لما تلاقي نفسك بتتقدم كل يوم على قد ما انت عايز، لما تكون قادر تواجه تحدياتك من غير ما تحس بضغط او خوف. النجاح الحقيقي هو السلام اللي جواك والرضا اللي بتحسه عن نفسك، مش بس ارقام او شكل الحياة اللي حوالينا. وده اللي بيخلينا نعيش حياة حقيقية، مش مجرد تمثيل للنجاح قدام الناس. وبعد ما عرفنا ان النجاح الحقيقي مش بس فلوس وشهرة، لكنه راحة بال وحياة مبنية على صدق مع النفس، لازم دلوقتي نكون صريحين مع نفسنا علشان نقدر نكمل الطريق بواقعية. الصدق مع النفس مش دايما سهل، وكتير بيخافوا يواجهوا الحقيقة جوه قلوبهم وعقلهم، لكن الحقيقة دي هي المفتاح اللي بيتحررنا من قيود الكذب على نفسنا والتمثيل قدام الناس. لما بنكون صادقين مع نفسنا بنبدأ نفهم احنا مين بالظبط، وبنقدر نعيش حياة اهدى وانقى. الصدق مع النفس بيخوف لانه بيكشف الجوانب اللي كنا بنحاول نهرب منها، لكنه في نفس الوقت هو اول خطوة في طريق الحرية والسعادة. ما تخافش تواجه نفسك، وابدأ تفتح الباب ده، لان وراه حياة تانية غير اللي انت كنت متخيلها. اصدقائي، شكرا على متابعتكم معانا ولسه مع بعض. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. واخيرا وليس اخرا، نرجع مرة تانية للنهاية مع كتاب ابحث عن نفسك. البساطة مش ضعف ولا حاجة سلبية، بالعكس دي راحة للنفس وقوة كبيرة في حياتنا. لما نبسط الامور ونخفف عن نفسنا هنقدر نشوف الحقيقة اوضح، وبنكون قادرين نفهم نفسنا واللي حوالينا بشكل افضل. المظاهر اللي بتشوفها حواليك مش دايما بتعبر عن السعادة الحقيقية، فعلشان كده مش لازم نجري ورا شكل او صورة غلط. الحياة مش سباق، وكل واحد فينا ليه طريقه وظروفه. عيش على قدك وبراحتك من غير اي ضغط او قلق من الناس، وكل ما تكون بسيط وبعيد عن التعقيد هتكون فعلا اقرب لنفسك، وهتعيش حياة حقيقية اكتر واصح. البساطة بتخلينا نخفف الضغوط اللي بتخلينا نغش نفسنا ونلبس أقنعة. وبعد ما فهمنا قوة البساطة، الخطوة الجاية إننا نكون نفسنا من غير خوف أو تظاهر، لأن في الآخر مفيش أجمل من إنك تكون نفسك بجد، مش مجرد نسخة مقلدة علشان الناس تبقى راضية عنك. مش لازم تلبس قناع أو تمثل علشان تروق للناس. لما تعيش حياتك بتلاقي راحتك، وبتبدأ تحس بمعنى جديد لكل حاجة حواليك. بتتقبل نفسك بكل عيوبك ومميزاتك. تقبل نفسك بكل عيوبك ومميزاتك هو أول خطوة حقيقية للتغيير والنمو. مش لازم تكون كامل، بس لازم تكون صادق مع نفسك وتواجه كل حاجة فيها بشجاعة. الصدق مع النفس مش دايما سهل، لكنه بيفتح لك أبواب السعادة الحقيقية. لما تشوف نفسك بتدي فرصة للناس الحقيقية اللي تستحق وجودك، وبتقدر تحقق أحلامك من غير ضغوط وهمية أو محاولات إنك ترضي اللي حواليك. عيش على طبيعتك وخليك فخور باللي انت عليه، لان ده اعظم هدية ممكن تقدمها لنفسك. في النهاية كن نفسك، لانها مش بس هويتك، دي كمان مفتاح سعادتك ونجاحك الحقيقي. وبكده نكون انتهينا من تقديم كتاب ابحث عن نفسك. شكرا لمتابعتكم معانا، ونتمنى نكون عند حسن ظنكم دايما. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تدعمونا بلايك وتعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة. دعمكم لينا هو اللي بيساعدنا ان احنا نتطور يوم بعد يوم. شكرا لمتابعتكم.